ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى. توافد كبير على آخر الأسواق الأسبوع الذهب للمواشي وسط إجماع على جنون أسعار الأضاحي. العينة من ولاية عنابة وسوق عراس مع زميلي ناصر كلال وحسن طرابلسي. هنا سوق القنطرة، أكبر أسواق المواشي بولاية عنابة والشرق الجزائري. توافد كبير من طرف المواطنين الذين انتظروا آخر الأسواق طمعا في تراجع الأسعار، غير أن السماسرة والمضاربين كان لهم رأي آخر. ما عندكش ما تعيدش. انت مش مواطن. لا ما عندكش ما تعيدش. انت مش مواطن. شواونا الموالى سنا خويا طايحين غير يشكيو. المهم كي مكة ب 10 ملايين الرجاله باش غير عاركه يبقى وربي يقدر الزوالي ان شاء الله. 6 ملايين يرعى في الحشيش وما ولا عيب والله. ما لقيناش ارواح لنا. احنا الخروف كيما هذا عامين او عامين في عمره، او ياكل 6 ملايين ويمه تاكل 6 ملايين وتجيبه درك تبيعه ب 12 مليون، هاك ماك السلك. خروف بوبويادي 8 اشهر صار عليه مامبا قنطار، مامبا ما كانش قنطار تاع نخاله، مش حتى ما يعرفش ديريكتو، مامبا قنطار تاع نخاله 360 يروح يبيعه ب 9 ملايين و7 ملايين ونص. حاب تشري عندك فوق العشرة ثم الزواري والشهار راهو ما يشريش قراه، فهمني. لا غالي المال، با يهبط المال ما يهبطش محال. محال الناس صارفه عليه والناس شاريه بالدراهم، بايغ المال يخلي وين بيطيح السوق ما يطيحش عليك محال. انتقلنا إلى ولاية سوق هراس لجس نبض أسواق الولاية، فكان الركود سيد الموقف والمواطن يشتكي الغلاء، أما التجار فيبررون ويؤكدون حسبهم أنها أسعار معقولة. بالنسبة للسوق الأسبوعي تاع ولاية سوق هراس رانا نلاحظوا اليوم باللي ركود. الموال اخويا يقول لك علف وما درت وش هي والدولة دعم فيهم، هذا راهو مش ديناصور، هذا راهو جاي من قبل ربي سبحانه، خالق ياكل الحشيش ياكل أي حاجة. سي ترون شير، الناس ما عندهاش. واحد عنده ان سالير تاع 30,000 3 مليون يشري لك واحد ب 9 مليون، سي با بوسيبل، سي با لوجيك. اليوم البيع في هنا وثقيل، ما كانش ناقص. الغلاء من الغلاء الشاري ما كانش الا غير يحلي للناس. أسعار فاقت كل التوقعات، وموالون يؤكدون منطقيتها ويبررونها، قال لك قلت الودي ب 62. غير أن الجميع اتفق أن الأسعار جن جنونها، وأنها لا تعكس أبدا واقع أن الدولة تدعم الموالين وتخفف عنهم كثيرا من التكاليف، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد.